ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده كده هعمل حاجه بسيطه وحابه اشارككم معايا. هعمل شاورما لحمه زي ما انتوا شايفين كده. اول حاجه هنقول بسم الله الرحمن الرحيم. الطبق اللي انتوا شايفينه ده حاطه فيه كوبايه زبادي، حاطه فيه فلفل اسود، حاطه فيه خل، حاطه فيه عصره ليمونه. وطبعا زي ما انتوا شايفين اللحمه متقطعه شرايح رفيعة زي ما انتوا شايفين كده. وحاطه توم، وحاطه توم اللي انا وريته لكم ده بالمعلقه. حاطه فصين من التوم كده. طبعا هي الشاورما دي انا هعملها معاكم سريعه عشان انا بس مستعجله. انتوا لو عايزين تسيبوها متبله سيبوها عادي، يوم عادي متبله، مفيش اي مشكله. او 3 4 ساعات زي ما انتوا شايفين كده. ضفنا خل وهنقلبها كده زي ما انتوا شايفين كده. هنفضل نقلب كده يا حبايبي، ندوب الحاجه دي اللي هو الزبادي والتوابل بتاعتنا زي ما انتوا شايفين كده. هنفضل نقلب كده. وطبعا ضفت عليها اللي هي البهارات بتاعت لحمة الشاورما. اكياس كده خلطة بتتباع، انا ضفتها زي ما انتوا شايفين كده. نقلب كده جامد قبل ما ننزل عليها باللحمة. اهو الواحد بيزهق من الاكل بقى، قلت اعمل لكم شوية شاورما حلوين كده. طبعا حطيت شوية ملح اهي حبايبي، ضفت عليهم شوية ملح على الخليط ده. طبعا اللي انا حطيته ده اللي هي بهارات الشاورما، هي بتتباع عند اي حد. بخلطها مع الزبادي والفلفل الاسود والليمون والخل بتاعنا اللي انا ضفتها دي. طبعا هحط اللحمه بتاعتنا عليها. بصوا انا مقطعاها زي ما انتوا شايفين كده. او الجزار يعني اللي انت تجيبينه هو بيبقى مقطعها لك جاهزه. عايزه تجيبي انت لحمه وانت تقطعها براحتك، بس هو طبعا انا كنت غسلاها وكده. فطبعا ده اخر التصفيه بتاعتها، انا غسلتها كذا مره. وبعد كده ضفتها على انا بقول لكم انتوا عايزين تسيبوها متبله قبل ما تعملوها سيبوها، لكن انا هعملها دلوقتي معاكم. تمام حبايبي؟ زي ما انتوا شايفين كده ضفناها على الخلطه. نفضل نقلبها كده قبل ما ننزل بيها على في الصينيه بتاعتنا. نحط بقى زبده او زيت زي ما انتوا عايزين. نفضل نقلب فيها كده حبايبي، نخلطها. ولو عايزين تسيبوها تتبل في التتبيله دي بتسيبوها برضو، مفيش اي مشكله. كل ما بتقعد كل ما بتستفادي من التتبيله بتاعتها. ما تنسوش بقى يا حبايبي اللايك والاشتراك الجميل بتاعكم عشان يوصلكوا كل جديد انا بعمله، وتفعيل الجرس ما تنسوش عشان ده بيبسطني والله يا حبايبي. زي ما انتوا شايفين كده. بسم الله الرحمن الرحيم. زي ما انتوا شايفين كده قلبناها زي ما انتوا شايفين. هتطلع معانا كده بعد ما قلبناها في التتبيله والزبادي بتاعنا. بصوا هتبقى بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده. هي كده اتبلت في التتبيله اللي انا عملتها معاكم. وهنبدا بقى ان احنا نعملها مع بعض. تمام يا حبايبي؟ زي ما انتوا شايفين كده. هنجيب الصينيه زي ما انتوا شفتوا وزي ما قلت لكم. هنحط بقى سمنه، زيت، اللي زبده اللي موجود عندنا اللي انتوا عايزينه. وهننزل بيها على الصينيه بتاعتنا الجميله دي زي ما انتوا شايفين. تاخد الصدمه بتاعتها كده يا حبايبي. ننزل بيها بالمنظر ده. تاخد الصدمه بتاعتها قبل ما ننزل بيها الفلفل والبصل والحاجات بتاعتنا كده اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. زي ما انتوا شايفين كده نديها التشويحه بتاعتها كده. عايزين تحطوا مع حبه زيت وزبده ماشي. عايزين تحطوا زيت بس ماشي. عايزين تحطوا اللي انتوا يعني اللي انتوا بترتاحوا عليه، زبده، زيت، سمنه، اللي انتوا بترتاحوا عليه. ما تقيدوش نفسكم بحاجه معينه، هي بتتعمل بالاتنين زي ما انتوا شايفين كده.
تاخد ايه، بتاخد التشويحة بتاعتها. بسم الله كده. زي ما انتوا شايفين كده يا حبايبي، تبدأ ايه تاخد ايه الصدمة بتاعتها كده بالمنظر ده. وبعد كده هننزل عليها بقى ايه بقى، ده البصل دي طماطم بتاعتنا اهي، ومعانا البصل مقطعينه شرايح زي ما انتوا شايفين، كله شرايح، بس اللي بنشيل البذر من الطماطم، ما تنسوش تشيلوا البذر من الطماطم، تمام، تخلوها خالية من البذر. وده الفلفل بتاعنا زي ما انتوا شايفين. طبعا بنشيل برضو ايه الوان على اخضر، تشكيلة حلوة كده طبعا تفتح النفس، انتوا عارفين النفس طبعا. زي ما انتوا شايفين كده الفلفل متقطع، وتشيلوا طبعا من الطماطم البذر بتاعها يا حبايبي. زي ما انتوا شايفين كل ده هنضيفه على ايه، على الشاورما اللحمة بتاعتنا الجميلة، وبالهنا والشفا اللي يعملها والهنا والشفا اللي ياكلها بإذن الله. زي ما انتوا شايفين كده اتشوحت كده ببعضها كده، خدت الصدمة بتاعتها زي ما انتوا شايفين كده. بسم الله. خدت ايه، بس مش قادرة اقول لكم بقى على ريحتها. والسلام بقى لما تضيفي لها التوابل اللي هي الشاورما، بتديها فعلا طعم الشاورما جامد. يعني انتي تضيفي عليها التوابل الشاورما وتلاقي ايه الطعم بتاعها جميل اوي. طبعا هنبدأ نضيف بقى عليها البصل زي ما انتوا شايفين. بسم الله ما شاء الله كده، بسم الله الرحمن الرحيم. هنحط عليها البصل، نبدأ نقلب كده كله شرايح اهو زي ما انتوا شايفين كده، نرميش حاجة اللي بقى نحطه زي ما انتوا شايفين. انا بحب اعملها في حاجة واسعة بصراحة، عشان ايه تاخد وتدي معايا. يعني ما بحبش اعملها في حلة، بحب اعملها في صينية كده. ليه بقى؟ عشان تاخد براحتها، واعرف اقلب براحتي، واعرف ايه اضيف عليها الحاجات بتاعتها زي ما انتوا شايفين كده. بعد كده هننزل بقى ايه، هيبقى فاضل لنا الطماطم والفلفل زي ما انتوا شايفين كده. الفلفل، الطماطم بقى لازم نشيل البذر بتاع الطماطم، يعني نعملها من غير البذر بتاعها زي ما انتوا شايفين كده مع الفلفل الالوان كده. بسم الله ما شاء الله، احلى شاورما، احلى شاورما زي ما انتوا شايفين بقى. كايزر بقى ولا فينو اللي يعجبكم، عيش شامي، عيش بلدي، تمشي مع اي حاجه. اللي عايز ياكلها مع مكرونه، ما تقيدوش نفسيكوا، اعملوها مع اي حاجه زي ما انتوا شايفين كده. بسم الله ما شاء الله. زي ما انتوا شايفين كده تتشوح كده وتتشرب، طبعا بتكون خدت ميتها خالص زي ما انتوا شايفين كده. بسم الله ما شاء الله. بصوا التشويحه بتاعتها اهي، شايفين كده. متنسوش بقى يا حبايبي اللايك الجميل بتاعكم والاشتراك عشان يوصلكوا كل جديد انا بعمله. طبعا اخر حاجه ضفناها زي ما انتوا شايفين الطماطم، شايلين البذر بتاعها، يعني حاجه حاجه كده بنحطها، ما بنحطش حاجه مره واحده. طبعا هتعجبكم، وما تنسوش تجربوها تقولوا ايه رايكم وتعليقكم جميل. او زي ما انتوا شايفين كده، مش قادره اقول لكم على ريحتها. بسم الله ما شاء الله طعمها. ما تنسوش بقى يا حبايبي اللايك الجميل والاشتراك عشان يوصل لكم كل جديد انا بعمله. اشوفكم في يوم جديد مع اكله جديده. مع الف سلامه.